اللقاء العلمي لطلاب وطالبات جامعة الملك سعود هو لقاء يعطي الفرصة للمشاركين من طلاب وطالبات الجامعة لاكتشاف قدراتهم البحثية من خلال التنافس فيه. يشمل اللقاء العديد من فروع العلوم، كما ويعطي من خلال فعالياته المصاحبة مساحة واسعة للمبدعين في إبراز إبداعاتهم الابتكارية ومهاراتهم الفنية. يهدف اللقاء إلى اكتشاف وإبراز وتطوير قدرات المشاركين البحثية في كافة العلوم خارج المتطلبات الأكاديمية، اكتشاف وإبراز وتطوير إبداعاتهم الابتكارية ومهاراتهم الفنية، إكساب فريق التنظيم والذي هو طلابي بالكامل الخبرة العملية في إدارة وتنظيم المؤتمرات. عدد المشاركات في اللقاء العلمي منذ بدايته وحتى الآن تجاوزت 10,000 مشاركة، وهي في تزايد مستمر من عام لآخر وفي تطور نوعي. عدد الفائزين من طلاب جامعة الملك سعود في المؤتمرات العلمية الثلاث للوزارة تجاوز 70 طالبا وطالبة في مجالات مختلفة. محاور المشاركة في اللقاء هي: الأبحاث العلمية، الفعاليات المصاحبة، المحور الخاص. الأبحاث العلمية وتشمل 3 محاور: محور العلوم الصحية، محور العلوم الأساسية والهندسية، محور العلوم الإنسانية والاجتماعية. الفعاليات المصاحبة وتشمل 5 محاور: الابتكارات وبراءات الاختراع، مشاريع الخدمة المجتمعية، الإلقاء العربي، الأفلام الوثائقية، المشاركات الفنية. المحور الخاص محور خاص متغير كل عام: تقنية النانو، الأمن الفكري، المسؤولية الاجتماعية، مشاريع ريادة الأعمال. الهيكلية التنظيمية للقاء ودور الفرق التنظيمية بالتفصيل الموجز. يقوم اللقاء على تنظيم طلابي بالكامل مع متابعة حثيثة ومستمرة من اللجنة الإشرافية العليا. سنتعرض هنا إلى أهم ما يجري في كل مراحل اللقاء من الفريق الطلابي المنظم. المرحلة التي تسبق الإعلان للعموم عن اللقاء العلمي وفتح باب المشاركة فيه. تشكيل الفرق الطلابية وإعطاء مسؤوليها كافة المهام المطلوبة. تحديد محاور اللقاء والشروط المتسقة مع مؤتمر الوزارة الفريق العلمي. إنشاء موقع خاص باللقاء يعرف باللقاء وبشروط المشاركة والمحاور وعليه ترفع الأبحاث. مخاطبة الكليات لتحديد المنسقين. تجهيز جميع احتياجات الحملة الإعلامية التي ستنطلق بعد الإعلان. الاجتماع باللجنة الإشرافية العليا. المرحلة التي تلحق الإعلان للعموم عن اللقاء العلمي وحتى فتح باب المشاركة فيه. انطلاق الحملة التعريفية واسعة النطاق باللقاء العلمي. الاجتماع بمنسقي الكليات وبيان المطلوب منهم. التواصل مع بعض الجهات لتقديم دورات في كتابة البحث العلمي. فتح باب المشاركة. يتابع الفريق العلمي مطابقة الأبحاث المرفوعة على الموقع للشروط الشكلية ويتواصل مع رافعيها في حال وجود تعديلات، ونفس الحال مع المشاركات الأخرى. في حال تجاوز البحث الشروط الشكلية يتم تحويلها مباشرة لمنسقي الكليات الذين بدورهم يحولونها لعضو هيئة تدريس في نفس التخصص الدقيق لموضوع البحث المشارك. كما ويتم تحكيم المشاركات في الفعاليات المصاحبة من قبل لجان متخصصة بعد تجاوزها الشروط الشكلية. استقبال جميع الاستفسارات عن طريق كل وسائل التواصل والإجابة عنها. الاجتماع باللجنة الإشرافية العليا. مرحلة ما بعد قفل باب استقبال المشاركات وحتى قبل يوم المناقشة. متابعة تقييم المحكمين للأبحاث، وفي حال تجاوزها نسبة معينة تتأهل للمرحلة الأخيرة مرحلة العرض والتي تكون في يوم المناقشة. اختار أصحاب الأبحاث المتأهلة للمرحلة اللاحقة بتجهيز عروضهم ليوم المناقشة. إكمال كل التحضيرات من جميع الجوانب ليوم المناقشة، منها تصاميم المطبوعات الخاصة واستقبال المشاركين وتوجيههم لقاعات المناقشة وتحديد مسؤولي الجلسات والمناقشين والتنسيق للتغطية الإعلامية للحدث. الاجتماع باللجنة الإشرافية العليا. ما بعد يوم المناقشة وحتى يوم الحفل الختامي وإعلان الفائزين. متابعة تقييم مرحلة العرض وجمعه مع تقييم المحكمين لتحديد الفائزين. الإعداد للحفل الختامي والمعرض المصاحب. تجهيز التقرير الشامل للقاء العلمي. تجهيز الجوائز والدروع وراية اللقاء العلمي. الاجتماع باللجنة الإشرافية العليا.